السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة بيع 10 أصوص حمام لاحم، يعني هم متباعين وهنسلمهم أو هنصورهم للي اشتراهم. طيب هنخش على طول أوريك ازاي إن أنا بصور الحمام ازاي للمشتري في السلاكة، وازاي انت كمان تشتري. لو انت حبيت تشتري من حد تاني غيري او حبيت تبيع، لازم تصور بالطريقة اللي انا هعملها دلوقتي دي عشان يكون في مصداقية من ناحية البائع، والمشتري يشوف حاجته قبل ما تشحنها له، خاصة اذا كنت هتشحن له حمامه او هو هيجي يلاقيك انت حاطط له الحمام في الكرتونة يعني. نبدأ بأول قص. بسم الله ما شاء الله. القص ده يعتبر اول شغله. بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة يا جماعة. اهو راقد على حصى. هنشوف تاريخ كده. والله ده انا ضايف ليهم حصى تاني لان كنت باعت حمام. ربنا يعيننا بقى ونحضن. هو انا كنت كاتب في النوتة يعني، لكن النوتة مش معايا يعني. البيض بقاله حوالي اسبوع. يبقى اول قص العلامة فين؟ هنخلينا في العلامة الحمراء كده، تمام، بالقلم الاحمر في جبهة الحمام كده. القص زي بعضه تمام لو انت هتسكنهم في السلاكة يعني. نشوف القص التاني. القص التاني اهو العلامة فين؟ العلامة في الديل. القص ده تقريبا كان خارج من القلش، لسه باينة في الذكر اهي. تمام. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. ما تنساش ان احنا في الصيف، وطبعا الناس بتبقى مريحه الحمام. انا سبت الحمام بطبيعته يعني. القص الثالث. القص الثالث العلامه في الجناح الشمال ده، شمال الحمامه. طبعا الاتنين زي بعض. اوريك برضو حمامك اهو، الذكر والنتايه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. حاجة محترمة محترمة محترمة. الحمام ده من الأصوص اللي هي بتاعت أنا، من شغل أنا مش تاجر حمام يعني. من سلكاتي أنا بفضي السلكات أهو بفضي السلكات خالص. بس أنا ما بعرفش أبيع، سبحان الله كده، ما بعرفش أبيع حاجة يعني. ممكن حد غيري يبيع لك كده، يقول لك دول 3 أصوص مثلا في السلاكة لا، ما بعرفش ابيع كده. لازم ابيع لك كده الحمام كله، يا معاه بيض يا معاه زغاليل، يا معاه بيض وزغاليل. نرجع تاني للي احنا بنعمله ده. التالت زي ما قلنا. هنشوف الرابع. يبقى هنا اهو في الجناح اليمين، هنا في الجناح اليمين ده معاه زغاليل، وان شاء الله يحصوا قريب اهو. متنساش الحمام الفترة دي فترة قلش، وفي الصيف الناس كلها بتريح الحمام، مش موسم انتاج يعني. موسم الانتاج في الشتاء. تمام. يبقى ده ايه؟ القص الرابع. غيرنا القلم وهنخش على اول قص معانا باللون الازرق في الجبهة كده زي ما انتوا عارفين اهو. نفس الحكاية، بدأنا بالجبهة برضو في اللون الازرق. تمام. مع زغلول والنتاية ان شاء الله دي هتبيض النهاردة يعني. ممكن تبيض عندك البيضة التانية، معرفش انت هتستلم امتى يعني. النهاردة انا بصور النهاردة الاربع، لا النهاردة الخميس. لو جيت الجمعة يبقى هتبيض البيضة التانية عندك. تمام. ده القص الخامس. ده القص السادس. العلامة في ديل اهو، ازرق في ديل الحمامة. يبقى معانا ازرق في راس الحمامة وازرق في ديل الحمامة. تمام. نفس الحكاية. لسه هيبقى في الجناح اليمين وفي الجناح الشمال. ده اللون الازرق. تمام. اهو معاه زغلول ومعاها النتاية، معاها حصوتين يعني. ما شاء الله حمام بيلحم واحنا في شهر 8. هنا ما شاء الله اهو معاهم زغلولين. دي العلامة في الجناح اليمين. عايز اشوف العلامة بس كده اهو.
في الجناح اليمين. بسم الله ما شاء الله الذكر، ودي النتاية اهي العلامة في الجناح اهو، ده في جناحها الشمال. تمام اهو، ده جناحه الشمال. طيب ده يبقى ده القص الثامن في الجناح الشمال. تمام، معاه زغاليل برضو ومعاه بيض. النتاية اهو راقدة، معاها بطين اهو، ومعاهم زغلولين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. طبعا يا جماعة عشان موضوع الشحن احنا ما بنشحنش زغاليل او بيض، مفيش يعني البيع بيكون بالحمام بس، مفيش زغاليل. احنا بندي البيض لحد من معرفنا يعني، والزغاليل الكبيرة خلاص بناخدها بنكبرها، احنا بنتصرف فيها. ولو عرفنا نحضن بيض كمان حمام تاني بنحضنه، ان محدش يطلب بيض او زغاليل من اللي بيشتري منه يعني. يبقى كده قلنا ايه 8. تمام، ده القص التاسع اهو. بسم الله ما شاء الله، معاه زغلولين كويسين محترمين، متعلم بالعلامة السوداء في الراس كده، مش حدش يقول انها ريشة سوداء يعني، ده قلم اسود خلاص. وان شاء الله يحص قريب يعني ده. والقص العاشر اهوت بدون علامة خالص، هتلاقي مفيش فيه اي علامات يعني، يبقى واحد بس تعرفوا انه مفيش فيه علامات. مع زغلولين بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. النتاية بتجهز للبيض. تمام، ده القص العاشر. طيب حضرتك هتقول لي انت بتأكل ايه؟ ده الخلطة اللي انا بأكلها، انا بعملها على ايدي. اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي بشتري ب 500 جنيه دورة حمام، دورة العواجة الابيض اللي انت شايفه ده، وب 300 جنيه فول. تمام، فول الحمام ده كل حاجة سليمة يا جماعة، مفيش حاجة مكسرة او مفيش اللي هي المدشوش. تمام، 100 قمح و100 ذرة صفرا، هي دي يمكن مش مخلطة كويس اهي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الفول اللي فيها كتير عن اللي انت بتشتريها جاهزة، زي ما قلت لك ب 300 فول. 300 فول مش قليل يعني. الحمام في الصيف بيحتاج تغذية اعلى لان اكلته قليلة عن الشتاء. الحمام في الصيف بيشرب ماء كتير فمحتاج بروتين اعلى. طيب بضيف عليهم معلقة كبيرة على كل 5 كيلو اكل ثنائي فوسفات الصوديوم، ده عشان الحمام يشتغل معاك كويس. عايز بقى تضيف جروفيت 3 ايام في الشهر، سنتي او 2 سنتي على اللتر، مفيش مشكلة، يبقى خير وبركة. ده الحاجات اللي انا بعملها معاك. وطبعا بتابع معاك لو في اي مشكلة، لو في اي استفسار بتكلمني، بعرفك انا وصلت لايه في الجدول الوقائي مع الحمام، وباقي ايه الحاجات دي كلها بنكون على تواصل فيها مع المشتري ان شاء الله. فان شاء الله ربنا يملهم لك بركة باذن الله. كده اكون خلصت موضوع الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.